راديو تسعينات، راديو يتسمع. دلوقتي معكم مع برنامج رمضانك جميل مع هبة أحمد ودكتورة سميرة صلاح. اخترنا برنامجنا في الروقان بعد الفطار وانتهزنا فرصة أفكار الليل وإن النسيم عليه إننا نفتح معاك مواضيع تخلي رمضانك جميل. ومن الحاجات المهمة اللي هتخلي رمضانك جميل بجد صلة الرحم وأهميتها. أيام الشهر المبارك الكريم بتعدي بينا بسرعة، ونسائم الرحمن والمغفرة والبركة متواصلة في الليالي الكريمة، والأبواب الخير مفتوحة، ومن أعظمها وأجلها قدرا صلة الرحم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. لصلة الرحم صور متعددة، منها زيارة الأرحام وتفقد أحوالهم واحترام كبيرهم ورحمة صغيرهم والتصدق على فقيرهم، فإن أعظم ما يجازي به الله سبحانه وتعالى واصل الرحم في الدنيا سعة الرزق ويبارك له في عمره وفي عمله. قطيعة الرحم، إيه رأيك فيها يا هبة؟ قطيعة الرحم من الكبائر اللي ربنا عمره ما بيسامح فيها، بالذات ما بين الإخوات وما بين الأهل المقربين. يعني للأسف بقينا بنقابل في مجتمعنا ناس كتيرة قوي اللي مقاطع أخته واللي مقاطع أبوه واللي مقاطع مامته. يعني الموضوع كمان ما بقاش مقاطعين عمامنا وعماتنا ولا صحابنا، لا احنا بقينا بنقاطع أقرب ناس لينا في الدنيا، مع إن دي من أكبر الكبائر. ودليل على كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. يعني قد إيه صلة الرحم دي مهمة، قد إيه الشخص اللي بيكون فعلا ما عندهوش صلة رحم بأهله وأصحابه وجيرانه بيكون فعلا شخص منبوذ عند ربنا في رزقه وفي أخلاقه، في العيشة، في حب الناس ليه. حرفيا بيبقى شخص منبوذ من كل الجوانب لدرجة إن حتى دعائه مش مستجاب. وطبعا لصلة الرحم صور كتيرة قوي. إيه رأي حضرتك؟ والله أنا بقول إن في بعض الناس بيتعذر إنه يصل رحمه وقرابته، وده له مقابل في هذه الصلة بقطيعة الرحم، وربنا سبحانه وتعالى حرم الشيء ده وكرهه. ما فيش أفضل من شهر الرحمة إنه يتقرب المسلم فيها لربه بصلة الرحم ابتغاء لمرضاته وعظيم الثواب وإزالة الشحناء بين النفوس، ولكنها عظيمة القدر عند الله سبحانه وتعالى في فتح أبواب الخير والرحمة. أنا مش عايزة أقول إنه لازم كل واحد فينا يخصص وقت من حياته إنه يصل الرحم والسؤال على أهله وإخواته، ده باب من أبواب الرحمة. طبعا ده بيزيل ما في النفس من الكراهية وبتفتح أبواب الخير في رمضان، وله فرحة عظيمة يجب أن تستغل في هذا الشهر الكريم. بالظبط، يعني رمضان فرصة ربنا مخلينا شهر كامل كل سنة بيدينا فيه فرصة ان احنا نقرب من كل الناس. طبعا فرصة ان احنا نتجمع، فرصة ان احنا نقابل بعض، فرصة ان احنا نلاقي وقت نتجمع فيه على الفطار او على سحور. طبعا الكل بيقعد في يعني مكان واحد. انا شايفة ان شهر تمام. رمضان فرصة ان حتى الناس اللي مقاطعة بعضها تبدأ تدي فرصة ان هي تسامح اهلها. يا جماعة مش عيب ان احنا نسامح، ومش عيب ان احنا ننسى خصوصا الأذى من الناس اللي قريبة لينا. في ايه اجمل من الانسان يا هبة يكون متسامح؟ طبعا، وبيقعد على سفرة واحدة، الناس كلها بتاكل في وقت واحد، الناس كلها بتقوم تصلي في وقت واحد، الناس كلها بتسلم على بعض. في مظهر من مظاهر الشعائر الإسلامية اللي يجب احترامها في هذا الشهر الكريم. بالظبط، لأن فعلا ما ينفعش أبدا نكون بنصوم وبنصلي وإحنا ما بنرميش السلام على أخويا أو ما بروحش أزور والدتي. فأنا شايفة أن رمضان فعلا من أهم الحاجات اللي ممكن تحصل فيه هي صلة الرحم، وزي ما قلنا في الحلقة اللي قبل كده الترابط الأسري، فهنزود عليه كمان صلة الرحم بالأهل والأقارب والصحاب. ويلي بتسمعنا دلوقتي، قوم ارفع سماعة تليفونك، كلم أقاربك وأصحابك، ما تستناش يجيلك تليفون علشان تصل رحمك. بالظبط يا جماعة، مفيش وقت أنسب من الوقت اللي احنا فيه دوت
علشان نعمل كده. مفيش وقت أنسب من رمضان بالظبط. علشان نسامح فيه، علشان نقرب من أهلنا، علشان ما نندمش والعمر يفوتنا ويضيع مننا أحلى أيام عمرنا. ونرجع ونقول رمضانك طول عمره جميل، إحنا اللي بنحاول نكون جمال زيه، ومهما عملنا قليل بس بنحاول نخلي رمضانك جميل.